السلام عليكم. الاستاذ حلمي شب، مدير دار عرض السيرك القومي. اهلا بحضرتك. احنا النهارده بنحتفل بالذكرى الخامسه لرحيل الفنانه الكبيره محاسن الحلمي. تقول ايه في ذكرها؟ منها ست فاضله جدا، والواحد تعتبر مذيعه عمرها الواحد شافها في حياته. الست اللي جمعت يعني عملت في فقرتها، كانت هي بتجدد في فقرتها في حياته وفارس على طول، من المدربين الاوائل اللي دخلوا كذا فصيله اعلانات مع بعض. تعتبر هي المدربه الوحيده في الشرق الاوسط اللي جابت. انا عرفت ان هي دخلت الشمبانزي والورود والحمير اللي هي اصلا تعتبر فريسه للاصول. هي كفايه ان الواحد كان يروح بيتها يسمع بغبغان يتكلم. سبحان الله، هي كانت عشيقه الحيوانات يعني في بغبغان عندها في البيت. في عندها بغبغان، هو بيحب يهزر مع ابنها مدحت جدا يعني. هو يعني كفايه دي كانت تلاقي عندها كذا فصيله حيوان في البيت، والتعابين كمان التعابين كمان يعني. سبحان الله. شفتها وهي بتأدي فقرات التعابين؟ هو كان مدحت اللي بيأديها، بس انا شفتها وهي بتعامل الحيوانات. مدحت اللي كان بيتعامل معاها. عرفت عنها ان هي كانت سنه بسيطه جدا، تقعد تاكل مع العمال وكريمه وكرم الدنيا كانت فيها. سبحان الله، ربنا الله يرحمها ويحسن ختامها يعني، الله يرحمها. امين يا رب. كل سنه وانت طيب وتعيش وتفتكر. شكرا، مع الف سلامه.